اهلا بيكو. انا راود وده بودكاست دماغ شغاله مش بتنام. انا حي بس مش عايش، وعايزه ارجع لنفسي بس انا اصلا مش قادر، ومقصر في شغلي ومع الناس وحتى مع نفسي، بس مش عشان كسلان ولا عشان مش عايز، بس انا فعلا مش قادر، ولا شايف نفسي اني كفايه لاي حاجه ولا لاي حد. كل ده بيحصل لي ليه؟ مش عارف. كتفك وجعك بس مش وجع عضلات، وشايل حمل تقيل هادد حيلك وساحب روحك منك، كأن جسمك بيخزن كل التوتر وكل حاجة جواك ظاهرة عليك. لما بتكون تحت ضغط الفترة، الكتف والرقبة من أول الأماكن اللي بتحس بالحمل ده، لأنهم مرتبطين بالجهاز العصبي، وده اللي مسؤول عن الاستجابة للخطر، سواء كان خطر فعلي أو نفسي. فلما بنقول أنا شايل الدنيا على كتافي، ده مش مجرد expression. اللي بيحصل ده اسمه somatic stress manifestation، واللي فيه الجسم بيترجم التوتر النفسي لأعراض جسدية. الجهاز العصبي السمبثاوي، وده المسؤول عن رد الفعل في القتال أو الهروب، بيفضل شغال عندك في الباك جراوند لما بتكون تحت ضغط مستمر، فده بيخلي العضلات، خاصة عضلات الكتف والرقبة، دايما مشدودة. غير اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الأميجدلا اللي مسؤول عن التوتر والقلق، نشاطها هيزيد زي ما اتكلمنا، بس مش بس هيأثر على الجهاز العصبي، ده كمان هيأثر على العضلات وهيخليها مش بتعرف تفك حتى مع النوم. وغير الايموشنال ليبر، وده الجهد اللي نبذله عشان نتحكم في مشاعرنا في بيئة زي الشغل مثلا، فهنستهلك طاقة ذهنية وجسدية، فهنأثر على عضلات التنفس والكتف والظهر. أول مرة أحس الحوار ده كنت 20 سنة، فمش عندي خبرة، والموضوع بيكبر مني، بضغط أكتر، بكتئب أكتر، لحد ما بقيت أنا بس تايهة. واللي حكيته ده غالبا بيكون تحول من الأكيوت ستريس للكرونيك ستريس. الأكيوت ستريس ده بيبقى التوتر اللي بيجيلنا كرد فعل في موقف معين للحظة معينة، زي امتحان مثلا، هنتوتر حبة بس هنهدى بعدها. الكرونيك ستريس ده التوتر اللي بيستمر لفترة طويلة جدا، هيبدأ بجزء صغير زي الضغط في الشغل مثلا، ولكن هيكبر مع الوقت. الجسم هنا بيفضل حاسس بالخطر حتى من غير ما يكون فيه خطر حقيقي، فهيأثر على كل حاجة، التركيز، النوم، الشهية، وحتى طريقة تفكيرك. العلماء بيقولوا إن التوتر المزمن بيسبب خلل في هرمونات التوتر، وده بيخلي حتى الحاجات الصغيرة تبان كبيرة، والمخ بيدخل في دايرة من التفكير السلبي المستمر، وده للأسف هيأثر على القلب، المناعة، الذاكرة، النوم، الشهية، والحالة المزاجية. وطبعا كل دول بيزود خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وأمراض أكتر عضوية وكمان نفسية. ساعتها أنا ما كنتش ملاحقة أصلا أفهم إيه كل ده، بس طلع إن الاستنزاف مش بيبدأ فجأة ولا بيجي بس من الشغل. الاستنزاف ممكن يبدأ من واحنا صغيرين، لما كنت بتحاول تبقى الطفل المثالي أو المراهق اللي لازم ينجح. دراسة اسمها جيل الاحتراق، ودي اتعملت على أكتر من 1500 مراهق، واللي نتيجتها كانت 56% بيحسوا بضغط إن مش عندهم خطة لحياتهم، و53% بيحسوا إنه لازم يكونوا متميزين حتى في إنجازاتهم. وللأسف 27% من اللي شاركوا في الدراسة دي already كانوا بيعانوا من البيرن اوت، وده نفس التعب اللي الواحد الكبير بيحس بيه. في نوع من الاستنزاف مش بيجي من الشغل ولا من الطفولة، وبيجي من الناس اللي حوالينا. العلاقات دايما فيها طرف بيدي والتاني بياخد، بس لما تبقى انت اللي دايما بتسمع وبتسند وبتفهم وما بتاخدش مقابل، او حتى مش بنفس القدر، فده اللي اسمه emotional depletion، ومعناه ان طاقتك العاطفية بتخلص بالتدريج، ولو مخدتش بالك هتلاقي حتى الابتسامة بقت تقيلة عليك. الاستنزاف مش شغل ولا عمر، الاستنزاف هو اللحظة اللي بتحس فيها انك بطلت تبقى نفسك. مش دايما هنبقى عارفين اننا مستنزفين،
الاستنزاف ساعات بيبقى متغطي تحت حاجات بايخة، تصحى تعبان، بتنام تعبان، وكل الدنيا ماشية، انت بس اللي واقف، تركيزك منعدم، كلامك قليل، وحتى ضحكك بقى من غير نفس. كل حاجة بقت مفيش طاقة ليها حتى لو انت بتحبها، وده اللي اسمه التعب الذهني. دراسة من جامعة نيو ساوث ويلز لقت ان لما العقل بيفضل تحت ضغط مستمر بيبتدي يفرز مواد كيميائية زي الجلوتامات، ودي بتتراكم في البري فرونتال كورتكس، بتبطئ تركيزك، بتقلل الحافز، وبتخليك تاخد قرارات أبطأ. يعني ببساطة عقلك بيقولك أنا شطبت. حاجة كمان اسمها الأنهيدونيا، ودي بتتشرح على إنها فقدان الاستمتاع حتى بالحاجات اللي انت بتحبها، ودي واحدة من العلامات الأساسية اللي اتكلمت عنها ال APA، الجمعية الأمريكية لعلم النفس، كمؤشر للاستنزاف النفسي المزمن أو الاكتئاب الخفيف. وعشان كده في نوع من الاكتئاب بيطلق عليه الاكتئاب عالي الأداء، بتبان قوي، بتضحك وسط الناس، شكلك تمام، بس جواك كل حاجة بايظة وانت مش قادر تقول. السؤال اللي لازم يجي بعد كده وبعدين، خليني أقولك إن العزلة مش علاج دائم. العزلة مغرية وساعات بتريح، بس طولها هيغرقك أكتر. طب إيه اللي ممكن أعمله؟ للأسف أنا مش ثيرابيست، بس أقدر أنقلك تجربتي واللي فرق معايا. خد بريك من كل حاجة بتشدك لتحت، واخرج شوف الشمس، الأماكن المفتوحة بتغير كيمياء مخك، واهدى واستنى. كل الحاجات المستعجلة استنى عليها، مش لازم تثبت نفسك كل ثانية. وعبر بأي طريقة، مش لازم بالكلام، ممكن ترسم أو تكتب أو حتى تشخبط، واطلب المساعدة. خليك عارف إن المساعدة مش ضعف منك، دي شجاعة إنك اخترت تطلع نفسك من كل ده. وأهم حاجة إنك تراقب كلامك لنفسك وبدله بكلام إيجابي، حتى لو كنت في الأول مش مصدقه، بس كل مدى هيتحفر جواك. وكل إنجاز بسيط عملته سجله، مخك محتاج يشوف التقدم ده. أنا جاي أقولك إن في أيام هتعدي، وأيام هتبقى مش فاهم بتصحى ليه، وفي لحظات هتحس إنك فاضي، بس كل ده مش بينفي حقيقة إنها بتعدي. وحكايتنا لسه ما خلصتش، بس دلوقتي سلام مؤقت من رود، واستنوا الحلقات الجاية، وما تنسوش تبصوا على المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ولو عايزين تعرفوني اكتر هتلاقوني على انستجرام. كل حاجة بتعدي مهما كان حملك تقيل.